الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنبتدئ في هذا الوقت بكتاب عمدة الأحكام للشيخ الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب عمدة الأحكام ألفه هذا الشيخ رحمه الله تعالى لأن هناك من سأله أن يجعل اختصاراً كتاب مختصر في أحاديث الأحكام يشمل جملة من أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري والإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، كما قال رحمه الله تعالى: قال: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان. قال: فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وهو في الفقه ومبوب على الأبواب الفقهية. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. والعلماء والمشايخ يبتدئون كتب الفقه بكتاب الطهارة. لماذا؟ لأن الركن الثاني من أركان الإسلام ما هو؟ الركن الثاني ما هو؟ الصلاة. أما الركن الأول فهو الركن الأول هو الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا في التوحيد، كتب التوحيد وكتب العقيدة. والطهارة تتعلق بالصلاة والصيام والزكاة والحج، صح؟ يعني الفقه يتعلق بالصلاة والصيام والزكاة والحج. فأول ركن في المسائل في الفقهي في الأمور الفقهية هو الصلاة. ولذلك الصلاة أول شيء ماذا نفعل قبل الصلاة؟ الطهارة، الوضوء. الطهارة تشمل الوضوء وتشمل إزالة النجاسة. الطهارة تطهر، طهارة رفع الحدث وإزالة الخبث، وإزالة النجاسة، تشمل الأمرين: رفع الحدث إما بالوضوء إذا كان الحدث أصغر، وإما بالغسل إذا كان الحدث أكبر، وإزالة النجاسة، وقال إزالة الخبث بتطهيره، إما يكون بالماء أو بالتراب أو
بما سيأتي معنا. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. أيوة، هذا الحديث متفق عليه. فابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وهذا لا يتعلق بالطهارة، صح؟ ما فيه يعني ذكر الوضوء أو ذكر يعني نواقض الوضوء أو ذكر النجاسة أو إزالة النجاسة. لماذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث المبارك، الحديث العظيم الذي هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية: من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ابتدأ بهذا الحديث، لأن الأعمال، لماذا ابتدأ به؟ لأن الأعمال لا بد فيها من نية. جميع العبادات لا بد فيها من نية. فالطهارة لا بد فيها من نية، الصلاة لا بد فيها من نية، الصيام لا بد فيه من نية، الحج لا بد فيه من نية. فبدأ بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. لا تصح الأعمال إلا، جميع الأعمال أي العبادات لا تصح إلا بالنية. فالشرط قبول الأعمال وجود النية، والنية لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل. النية لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل. قال: إنما الأعمال، حصر النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تقبل الأعمال إلا بالنية. والنية أين محلها؟ القلب. مفهوم؟ النية محلها القلب. لا يجوز التلفظ بالنية إلا في الحج والعمرة، نويت يعني عمرة أو حج. أما في الصلاة، في الصيام، في يعني الزكاة لا يجوز، هذا بدعة. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يصلي جاء للصلاة قال: نويت أن أصلي صلاة فريضة أو صلاة نافلة. لا، النية محلها القلب، تنوي في قلبك. إذا جئت مثلا، نقول مثلا الآن صلاة الفجر، أنت تأتي يعني الرجل يأتي من بيته، صح، إلى المسجد، أو أنتم الطلاب من السكن، صح، أو هنا تنام تذهب، يؤذن يعني مثلا قبل صلاة الفجر تقوم يؤذن لصلاة الفجر، صح،
تقام صلاة الفجر، وهذا الرجل الذي جاء من بيته أيضا إلى المسجد، لماذا جاء إلى المسجد؟ لماذا جئت إلى المسجد؟ نسأله لماذا أتيت إلى المسجد؟ للصلاة، صح؟ خلاص، هذه نية الصلاة. طيب هذا الوقت الآن فجر، صح؟ نقول له أنت أتيت إلى المسجد لتلعب؟ يقول لا، أنا أتيت لي أصلي، في نيته الصلاة، صح؟ طيب الوقت الآن صلاة ماذا؟ وقت الفجر، ماذا ستصلي الآن؟ تصلي العشاء؟ تصلي العصر؟ ماذا ستصلي الآن؟ صلاة الفجر، صلاة الفجر. إذن هذه نية الاتيان، المجيء من البيت إلى المسجد، أو توضأت ثم دخلت إلى المسجد وتنتظر الصلاة، تقام الصلاة الآن، مثلا ستأتي صلاة العشاء، صح؟ يؤذن لصلاة، تقام صلاة العشاء، نحن في المسجد ما نخرج من المسجد، صح؟ تقام صلاة العشاء، نقوم، لماذا نقوم؟ نلعب؟ نصلي، صح؟ ماذا سنصلي الآن؟ في نيتنا ماذا سنصلي الآن؟ الفجر أو المغرب؟ لا، سنصلي صلاة العشاء. هذه نية، هذه هي النية. يأتي يأتي من البيت إلى المسجد، ثم يعني في وقت الظهر، إذا قبل أن يكبر نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات. طيب نحن الآن سنصلي العصر، نحن الذي بجانبه، نحن سنصلي العصر أو سنصلي الظهر؟ سنصلي الظهر. لماذا تخبر؟ هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أتى. إذا كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، هذا شرع، وما أتاكم الرسول فخذوه. إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول خلاص هذا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأتي. طيب ونويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، لا، الظهر 3 ركعات، صح؟ الظهر 3 ركعات، الظهر كم ركعات؟ إذن لماذا ذكروا رجل يعني على الفطرة، جاء يعني عنده رجل آخر، فقبل أن قال نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، قال له زد في مسجد كذا في يوم كذا، أخبر الله أنك تصلي في مسجد كذا في يوم كذا، لماذا لا تخبر أيضا؟ زد، سيأتي بعد فترة يزيد، يعني يقول له نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، يزيد قليل في يوم كذا، ثم سيزيد في يوم يعني في تاريخ كذا، لأن البدعة لا تقف على مكان، يزاد 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 يزاد، تزيد، كل واحد يأتي بشيء، كل واحد يفعل شيء، لأن البدعة ليس مقاسها على الدليل، مقاسها على الهوى، فكل مرة يزيد. كان قبل فترة يعني هنا، يعني أنا في باتام، المساجد يؤذن للصلاة، طبعا أسمعهم في صلاة المغرب، يؤذن لصلاة المغرب، يقيم الصلاة، يقول الإمام استووا يعني وغير ذلك من الكلام ما يأتي به. ثم بعد فترة في رمضان، أيوة في رمضان، قبل رمضان ما يذكر هذا القول، في رمضان ثم هو ينادي الصلاة جامعة، الإمام قبل أن يكبر استووا صفوا صفوفكم بكلام كثير، بعدين يقول الصلاة جامعة، الله أكبر. الآن ليس مسجد واحد، مساجد، كان مسجد واحد، أولا كان ما يذكر هذا، الآن يعني قبل أن آتي عند هذا مساجد كثيرة الصلاة جامعة، الإمام من الذي جاء به؟ من الذي جاء به؟ الدليل ما هو الدليل؟ ما في دليل، هوى، كل واحد يزيد. وأيضا في الأذكار بعد الصلوات يختلف من مسجد إلى آخر، هذا يزيد وهذا ينقص، لأجل أن يقال فلان فعل. فإذا البدعة ليس لها مقاس، اليوم قليل وغدا كثير، ثم غدا قليل بعده قليل، هكذا. لكن إذا كان الرجل يمشي على الدليل لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ
ما نوى. فمن كانت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لكل امرئ ما نوى، نيته يحاسب على حسب نيته. فمن كانت هجرته، مثل النبي صلى الله عليه وسلم بعمل واحد، وهذا يعني فقط هذا من باب المثال، وإلا جميع الأعمال، الصلاة، الصيام، من كان صيامه لله عز وجل، من كانت صلاته لله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله. هذا شرف له أنه يؤجر على هذه النية، هذه النية خالصة لله عز وجل، يؤجر على هذه النية لأنها خالصة لله عز وجل. كما تقدم معنا أن من شروط قبول العمل أن يكون خالص لله عز وجل، صح؟ العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، فالله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يترك هذا العمل لا يقبل إذا كان غير خالص لله عز وجل، لا يقبل العمل، لابد فيه من الإخلاص. فالله عز وجل أمرنا في كثير من الآيات، قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل إني، قال الله عز وجل آمرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني، أي قل يا رسول الله ويا نبي الله محمد، قل لأمتك إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين. هذا فلا بد في العمل من الإخلاص. الشرط الثاني أن يكون موافق الاتباع، موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل خالصا لله عز وجل ولم يكن موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم باطل العمل، مردود على صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان العمل موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن خالصا، أيضا هذا العمل مردود. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد من تصحيح النية، تكون خالصة، وتصحيح العمل أيضا أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر. هذا عمله يعني باطل إذا كان غير خالص لله عز وجل. فهناك حديث عظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان
كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكر هذا الحديث أغمي عليه. ما معنى أغمي؟ أغشي عليه، مثل النائم لكن لا يشعر. مفهوم؟ فهمتم أغمي عليه؟ ما معنى أغمي عليه؟ يعني إذا ضرب هنا بإنسان بإنسان، أيوة، أغمي عليه. كان أبو هريرة إذا قرأ هذا الحديث، ذكر هذا الحديث، يغمى عليه، لأنه حديث يعني عظيم. وكان بعض العلماء إذا ذكر هذا الحديث يبكي بكاء شديدا. هذا الحديث فيه خطورة الرياء والسمعة، خطورة التحذير من الرياء والسمعة، وأن الأعمال لا تقبل، فيه بيان أن الأعمال لا تقبل إذا لم تكن خالصة لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. أول من يدخلون النار ثلاثة، ليس ثلاثة أشخاص فقط، معنا أشخاص ورنج، صح؟ ليس ثلاثة، إنما ثلاثة أصناف. هذا صنف يمكن 100 ألف شخص، الصنف الثاني 1000 أيضا أو 2000، الصنف الثالث 2000 أو 1000. مفهوم؟ هؤلاء الثلاثة أول من يدخلون النار. أعمال عظيمة إذا نظرنا نحن هذه أعمال خير، ومع ذلك أول من تسعر بهم النار. ذلك يقول ابن القيم: ثلاثة يعني منهم معذب من قبل عباد الوثن. قال في نونيته، يعني في شعره، قال: معذبون من قبل عباد الوثن، في نونيته من قبل عباد الوثن. هؤلاء يعذبون قبل عباد الأصنام. لهذا الحديث من هم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قارئ، رجل قرأ القرآن، حفظ القرآن، تعلمه وعلمه، فيدعى يوم القيامة فيقول الله عز وجل، يذكر الله عز وجل له: قرأت القرآن، يعني أنعمت عليك بأن جعلتك تحفظ القرآن، أنعمت عليك بأن جعلت حفظك قوي يحفظ القرآن، فماذا عملت في هذه النعم؟ فيقول: يا رب قرأت فيك. انظروا، يعلم جميع العباد أنه لن ينفع العمل إلا إذا كان خالصا. قرأت فيك أي خالص. يا رب أنا قرأت فيك القرآن، تعلمت القرآن وعلمته خالص وجهك. فيقول الله عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ثم يؤمر فيسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. والثاني رجل يقاتل الأعداء، عرفتم؟ جهاد، يقاتل الأعداء، وقتل وهو يقاتل الأعداء في الجهاد، فيأتي يعني الله عز وجل يؤتى به يوم القيامة فيسأل الله عز وجل: يعني أعطيتك الشجاعة، أعطيتك القوة، ماذا عملت؟ فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك. انظروا، في سبيلك. فيقول الله: كذبت. الأول فيقول الله عز وجل: لو كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، فقد قيل. ثم يمر في سبع وجهه إلى نار جهنم. والثاني الجاهد، فيقول الله عز وجل: لو كذبت، إنما، وتقول الملائكة: لو كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع.
شجاع، رجل شجاع يقاتل لأجل هذا، يمدح الناس يقولوا هذا رجل شجاع، ليس في سبيل الله، ليس لأجل إعلاء كلمة الله، إنما لأنه يقال شجاع هذا جريء، ثم يؤمر فيسحب والعياذ بالله على وجهه إلى نار جهنم. والثالث رجل عنده مال أعطاه الله عز وجل، غني، وهو ينفق، يعطي المال، يعطي المسكين والفقير، يبني المساجد، يعني يطعم الناس، يعمل أفعال الخير. فيقول الله عز وجل يعني أنعمت عليك، أعطيتك المال وجعلتك غنيا، ماذا عملت؟ فيقول يا رب ما تركت باب من أبواب الخير، بناء مسجد، يعني حفر بئر، يعني مياه مثلا، أو إطعام فقير، أو كفالة اليتيم، من أبواب الخير، إلا وتصدقت فيه. فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة لو كذبت، إنما تصدقت ليقال جواد ويقال كريم، لأجل أن يمدحه الناس. هنا رجل مثلا فقير ما يعطيه، هناك رجل آخر فقير يعطيه، لماذا لا تعطي هذا؟ لأن الناس ما سيقولوا إذا أعطيته، ما سيقولوا هذا رجل جواد، إذا أعطى هذا الآخر سيقولوا جواد. إذن هو ينفق لأجل أن يمدحه الناس، فهذا قال ثم يؤمر فيسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. هذا في بيان خطورة، نسأل الله العافية، خطورة الرياء والسمعة، نسأل الله السلامة. لا أحد يسلم إلا من سلمه الله. ولذلك يقول يعني بعض العلماء، يعني أحد السفيانين، سفيان بن عيينة أظنه، يقول جاهدت ما من شيء أشد على النفس مجاهدة بمعنى كلامه من مجاهدة النية. هذا أثقل شيء، لأن العبد مجبول، الإنسان مجبول أن يحب أن يمدحه الناس، يقول فلان رجل يعني كذا، ويحب الناس، مجبولون كلنا نحب، لكن لابد من المجاهدة. قال يعني سفيان بن عيينة ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجتها، مداواتها على تصحيح النية أو على الإخلاص، أو كما قال رحمه الله تعالى. فيعني هذا الحديث عظيم، فيه بيان يعني أن الأعمال لا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل. وأيضا النية تصح بها الأعمال كما تقدم إذا كانت خالصة، وأيضا تميز بالنية، تميز بين الأعمال، بين الفريضة والنافلة. مثلا يعني أنا الآن يعني دخلت المسجد، سأصلي ماذا؟ لم تقام الصلاة، سأصلي ماذا؟ في نيتي ماذا أصلي؟ تحية المسجد، أصلي تحية المسجد، تميزها بنيتك في النية، لا تلفظ أنا أصلي لا، خلاص أنت دخلت المسجد، الصلاة لم تقام، ماذا ستصلي؟ في نيتك تحية المسجد. أو مثلا قبل يعني الرواتب، سنن الرواتب، يعني تجمع، يعني مثلا الآن في صلاة الفجر دخلت المسجد، أتيت من خارج المسجد، توضأت في البيت، أنت توضأت، الأفضل أن العبد يتوضأ في بيته إذا كان، يعني أنتم الآن في المعهد، لكن إذا كان مثلا في بيته الأفضل أن العبد يتوضأ أين؟ في بيته، مفهوم؟ وضوء أين؟ في، إذا كان لستم في المعهد مثلا خارج، يعني ذهبتم عطلة في الإجازة في البيت، تذهب إلى مثلا صلاة الفجر، أو ما تصلي الفجر خلاص نوم. يعني إذا كان الرجل في بيته ذاهب لصلاة الفجر، فالأفضل أن يتوضأ في البيت، الأفضل أن يتوضأ في البيت، مفهوم؟ لأجل أن تكتب له أجر الخطى إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوء ثم يذهب إلى المسجد ما من خطوة
إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. يمشي يعني يرفع رجله رفعت له درجة، حط عنه خطيئة رفع، هكذا. كم تمشي إلى المسجد؟ خطوات كثيرة في كل يوم ذهاب وإياب. هذا أولا. الوضوء في البيت، الأفضل الوضوء في البيت، ثم يذهب إلى المسجد. الآن ذهب مثلا لصلاة الفجر، هناك سنة راتبة صح قبل الفجر صح؟ كم سنة قبل الفجر الراتبة؟ ركعتين. دخل إلى المسجد، الآن عندما يدخل إلى المسجد يصلي ماذا؟ أيضا يسن له تحية المسجد صح، وهو توضأ أيضا في البيت، سنة وضوء، لأنه يسن بعد أن تتوضأ أن تصلي ركعتين. تأتي إلى المسجد تجمع في نيتك سنة الوضوء وتحية المسجد وصلاة ركعتين قبل الفجر، تؤجر. أنت تصلي ركعتين تؤجر، لكن إذا نويت يعني في قلبك نويت وأنت تعمل هذا، يعني سنة الفجر وتحية المسجد وسنة الوضوء وبين كل أذانين صلاة، السنة بين كل أذانين، تجمع هذه تؤجر على جميعها. مفهوم؟ كأنك صليت 6 ركعات، سنة الوضوء وتحية المسجد والسنة الراتبة قبل الفجر، هذه تميز. ثم إذا أقيمت الصلاة أنت ماذا ستصلي بعد إقامة الصلاة؟ صلاة الفريضة. إذا أقيمت الصلاة تقوم تصلي صلاة في قلبك، هذه فريضة الفجر. تميز النية، تميز بين الفريضة والنافلة، وتميز أيضا بين العادة، عادة الناس، تعود الناس، والعبادة. فهذا هو. ولذلك قال بعض العلماء عادات أو نقول عبادات. أولا، عبادات أهل الغفلة عادات سيأتي معنا شرحها، وعادات أهل اليقظة عبادات. كيف؟ يعني الغافل الذي يعني يرى الناس يصلوا يتوضؤون ثم يذهبون إلى الصلاة، غافل ما يتذكر أن الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وأن الصلاة شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، وأن الصلاة فيها أجور، أن العبد يقف بين يدي ربه في الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو في الصلاة وهو ساجد. ما يستشعر هذا، هو يرى الناس يتوضؤون، أيضا يعني عند الوضوء ما يستشعر أن الوضوء عبادة. الوضوء تؤجر على الوضوء أجور كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم أو مؤمن يتوضأ فيغسل يعني وجهه، غسل الوجه، إلا خرت خطايا وجهه مع الماء ومع آخر من نظر إليه بعينه. إذا نظر بعينه مثلا إلى الحرام ثم توضأ تخرج خطايا وجهه مع الماء ومع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر. يعني العبد هذا لابد أن نستشعر أن الوضوء عبادة. لا، هذا الرجل الغافل يرى الناس، يعني من عادة الناس أنهم يتوضؤون قبل الصلاة صح، ثم عادة الناس رأى الناس يصلي، ما يستشعر عظيم الصلاة. ولذلك هو إذا دخل إلى الصلاة يعني كأنه في سجن، عرفتم؟ يريد يخرج سريع، صلي سريع سريع سريع، يريد أن يخرج. وإذا أطال الإمام قليل قال يعني يصيح بعد الصلاة: لماذا تطيل الصلاة؟ لماذا تطيل الصلاة؟ هذا هو الغافل الذي لا يستشعر هذه العبادة. فلذلك هذه العبادة أصبحت عنده كالعادة، يتوضأ ويصلي، يؤجر أنه سقط عنه يعني
التكليف بهذا، لكن لا يؤجر بالأجور التي تترتب على استشعار العبادة، أنه واقف والخشوع وأنه ساجد بين يدي، لا يأتي بالأدعية، لا يعلم أن هذا أعظم يعني موقف للعبد مع الله عز وجل، وأنه قريب من الله عز وجل في الصلاة، فلذلك لا يدعو، ما يدعو إذا سجد، أو لربما إذا صلى لوحده ليس مع الجماعة تراه ينقر صلاة، الله أكبر الله، يسجد سبحان رب الأعلى، يقوم، ما في دعاء. لابد أن نستشعر أننا في هذه الصلاة نقف بين يدي الله عز وجل، وأننا في حال السجود قريبون، أقرب ما نكون إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، تكثر من الدعاء. فلذلك قلنا الغافل كالعادة، إذن أصبحت عنده عادة، أصبحت عنده عادة، عبادات أهل الغفلة عادات، كأنها عادة، توضأ ويصلي هكذا. جاء رمضان رأى الناس يعني هو يصوم مثل الناس يصومون، ما يستشعر أن الصوم الركن يعني الثالث من أركان يعني الإسلام، أو بعضهم يعني في إذا جعله الرابع في الأرض من أنه من أركان الإسلام، نقول أنه من أركان الإسلام، أنه من أركان الإسلام، وأن صيام يوم يعني في سبيل الله يباعد الله عز وجل به وجهه عن النار 70 خريفا، وأن كثير من يعني فضائل الصوم، يصوم الناس يصومون هو يصوم معهم، فلذلك أصبحت كالعادة عنده هذه العبادة. وعادات أهل اليقظة الذي هو يستشعر أنه خلق في هذه الدنيا للعبادة، دائم يجعل وقته كله عبادة. قد يقول يعني كيف نجعل وقتنا كله؟ نحن نأكل نشرب ننام، ما نستطيع أن نعبد الله 24 ساعة، يعني ننام مثلا 6 ساعات في اليوم والليلة، هذا النوم، ما نستطيع أن نعبد الله 24 ساعة. يقال بلى، نستطيع أن نعبد الله 24 ساعة، كل وقتنا عبادة نجعله. هذا هم أهل اليقظة. كيف؟ مثلا يأكل، حتى الأكل هذا الذي هو أهل اليقظة يستشعر أنه عبد وأنه دائم لابد أن يكون في عبادة الله، حتى الأكل يجعله عبادة. لماذا تأكل؟ هذا الغافل يأكل ليشبع يذهب. هذا لماذا تأكل؟ لأن الله أمرنا بالأكل، وكلوا واشربوا، أمرنا الله عز وجل بالأكل لأجل أن نصح، يكون بدننا قوي، لأجل يعني نعيش، لأن إذا لم نأكل سوف نقتل أنفسنا، نجوع ثم نموت. إذا لم نأكل يعني لم نأكل أبدا، هذا قتل النفس وهذا محرم. إذن فهو يأكل لأن الله عز وجل أمره بالأكل، يستشعر لأجل أن يتقوى على عبادة الله. أيضا ينام. لماذا تنام؟ لأجل أن أتقوى، ينام مثلا في الليل، ينام مبكر، ينام. لماذا أنا أنام؟ لأجل أن أقوم لصلاة الفجر، أنام مبكر لأجل أن أقوم صلاة الليل، مفهوم؟ فجميع حتى النوم يجعله عبادة، وهو عادة، النوم عادة، لكن يجعله عبادة لله عز وجل، يجعله عبادة لله عز وجل باستشعاره، يعني بنيته. لماذا تنام؟ لماذا تأكل؟ لماذا تشرب؟ لأجل أفعل العبادة، لأجل أطيع الله عز وجل، إلى غير ذلك. فلذلك بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث، لأن العبادات لا بد فيها من نية، لا بد فيها من نية، والنية لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.